علموا التوحيد عباد الله، فإني أحبكم في الله، لذا أريد لكم ما أريد لنفسي وأحب لكم ما أحب لنفسي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا فوجئنا أيها الإخوة الكرام بما علمنا به اليوم من اعتداء مجرم من المجرمين على بيتين من بيوت الله تبارك وتعالى في بلدة تسمى نيوزيلندا، وقاموا بقتل مجموعة عشرات من المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكونوا شهداء، نسأل الله عز وجل أن يسكنهم أعلى عليين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أرجو ألا تأخذنا الحماسة، لأن كل الذين يكتبون في هذا الشأن وجدت الحماسة أخذتهم العاطفة. الأمور لا تحسن هكذا، ولسنا في زمن من الممكن أن نقول فيه السيف أصدق إنباء من الكذب في حده الحد بين الجد واللعب. لا نستطيع أن نقول هذا الكلام لأسباب كثيرة جدا، ويكفي أن القائمين بهذه الأعمال سيقولون مجموعة من الإرهابيين والمتطرفين، ولم تقم به دولة، وإلا فإن هذه الدولة ستقبض على المجرمين ويقدمون إلى المحاكم كما هو معلوم. فإذا لم تقم دولة من الدول بهذا العمل، وإنما قام به مجموعة من الكارهين للإسلام والحاقدين على الإسلام وعلى أهل الإسلام. ولكن بعيدا عن العواطف والحماسة، أريد أن أقرر أمرا ينبغي عليكم أن تضعوه نصب أعينكم، ألا وهو حينما قام مجموعة من الخوارج باختطاف حوالي 20 مصريا من أقباط مصر في ليبيا، وقاموا بذبحهم على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في مواجهة روما، وكانت رسالة موجهة للغرب، وأشاروا إلى روما أننا آتون، وقاموا بقتل هؤلاء النصارى من نصارى مصر. خطبت خطبة وقتها بعنوان داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة، وأكرر هذا الكلام سريعا لأذكركم بما قلته ثم أبني عليه فكرتي التي ينبغي أن توضع بين أيديكم وبين أيدي المسؤولين وبين أيدي موجه الفكر والإصلاح في بلاد المسلمين وغيرها. ألا وهو إن الغرب حينما وجدوا أن قضية الحرية التي وضعوها وقامت بلادهم عليها من الناحية الدينية والفكرية، هناك حرية في كل شيء. هذه الحرية لم تكن في صالحهم من الناحية الدينية. كيف؟ عن طريق هذه الحرية انفتح الباب للدعاء المسلمين. فماذا كانت النتيجة؟ وجدوا أن المادة الإسلامي السلمي، الدعوة السلمية، اكتسحت جميع الأديان الأرضية والأديان التي يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء، فلا يستطيع دين أن يصمد أمام حجة الإسلام النيرة. ولذلك وجدوا الناس يدخلون في الإسلام بأعداد كثيرة في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي سائر بلدان العالم، وهم لا يستطيعون حكام الغرب أن يتراجعوا عما قدموه من حريات، لأن هذه الحريات ليست منحة من الحكومات، وإنما أخذتها الشعوب الغربية بثورات متعددة كما تعلمون، فلا يستطيعون أن يقوموا بمنع هذه الحرية. فإذا هم يريدون أن يجعلوا الشعوب نفسها ترفض الإسلام، فكيف؟ ولا وصاية للحكام على الضمير ولا الفكر الغربي، لا يوجد وصاية من الحكومات، وإنما المسألة مسألة حجة بحجة وبرهان ببرهان ودليل بدليل. فهذه معركة هم فيها خاسرون، ووجدوا
لدرجة أن هناك دراسات قامت في مسألة التنويع السكاني، فوجدوا أنه لو استمر هذا المد الإسلامي على ما هو عليه واستمر لعقود أخرى سيحدث عدم توازن بين المسلمين وغير المسلمين في هذه البلاد، وستكون النتيجة في صالح من؟ المسلمون، لدرجة أنهم قالوا ربما جاء اليوم الذي يصل فيه حاكم مسلم إلى فرنسا أو لندن أو بناء على ماذا؟ أن الإسلام يتقدم، هم عندهم أعدادهم تتضاءل والمسلمون يتكاثرون هناك. ثم هذه الهجرة المستمرة حدث هناك يعني شيء من عدم التوازن بين الديانات عندهم، فينظرون إلى أن المستقبل سيكون في تعداد المسلمين أكثر، سيكون في صالح العدد النسبي. فماذا يفعلون؟ لو قاموا بمنع الهجرة هذه الأمور سيترتب عليها مشاكل كثيرة سياسية واجتماعية واقتصادية لا قبل لنا بها ولا نستطيع نحن أن نناقشها لأنها بعيدة عن تخصصنا. ولو حاولوا أن يمنعوا الدعوة الإسلامية، كيف يمنعون الدعوة الإسلامية والقضية ليست خطيب مفوه يذهب إلى لندن؟ العالم أصبح كقرية واحدة، والنت وغيره أصبح يغزو العالم كله، فلا بد وأن يتحركوا تحركات على أعلى المستويات. كيف تحدث هذه التحركات؟ إننا نريد أن نشوه الإسلام، لقد شوهناه بالفعل وما استطعنا. قام المستشرقون وعملاؤهم من المستقلين بمحاولة تشويه الإسلام ما استطاعوا، منذ اختراع أدوات الطباعة وأجهزة الطباعة والمطابع، وهناك كتابات من أجل تبغيض الناس في الإسلام وما استطاعوا، كل ذلك كان في صالح الإسلام. فماذا نفعل؟ نريد أن نسوي صورة الإسلام بأيدي أبنائه. كيف؟ هناك مجموعة ممن يبيعون أنفسهم، وهناك مجموعة من الأغبياء الذين لا يعرفون من يحركهم، ولذلك استطاعوا أن يجعلوا في بلاد المسلمين خلايا مثل داعش يقومون بالقتل ويقومون بتشويه صورة الإسلام بأيديهم هم. هؤلاء صناعة غربية للموساد الإسرائيلي بالطبع ولأجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية يد في تفريخ هؤلاء. ثم بعد ذلك يقومون بدراسة أمور معينة في القتل. عارفين مسألة جنكيز كان وغلام وما شاكل ذلك اللي هي إدارة التوحش، ويأتون بالناس يسبحون هذه الصورة، وذبح الأطفال وذبح النساء وبيع النساء سبايا. كل هذه الأمور تؤثر في الغرب جدا. الغرب حينما ينظر إلى هذا، هل هذا هو الإسلام؟ لأنهم حينما كانوا يشوهون صورة الإسلام ما كان الغربي يلتفت إليه، بل كان يتعامل مع النصوص ومع كلام السلف ومع بعض المسلمين، فيجد الأمر بخلاف ذلك تماما، فيعلموا أنها أكاذيب. لكن حينما تظهر إدارة التوحش ويظهر هؤلاء الخوارج فيقومون بقتل وذبح. وانظروا إلى ما حدث في خطبة داعش والبحيري وجهان بعملة واحدة، يأتون أجسام ضخمة كأنهم بيمثلوا في هوليوود، وبالفعل ربما كان هذا قد تم تمثيله في هوليوود. يأتون بأجسام ضخمة جدا، ومثل كل واحد منهم الولد المصري القبطي ويسوقه هكذا كأنه طفل في يده، ثم يقومون بذبحهم أمام العالم والكاميرات بتصور، يقولوا الدور جاي عليكم روما، يقولوا لهم اتفضلوا يا أوروبيون. وفي نفس التوقيت تقوم أجهزة أخرى بشحن مضاد. والإرهاب والتطرف ليس حكرا على المسلمين معاذ الله. الإرهاب والتطرف موجود في كل فكر وفي كل دين، وما كان يحدث أيام الحروب الصليبية عنا ببعيد. الذي يكتب إلى نيافة البابا يقول له إن خيولنا كانت تغوص إلى
ركبتيها في نهر من دماء المسلمين في ايوان سليمان ومعبده. روح قدرس الناس تتحرك فيخرج. ولذلك بدأ على السلاح المكتوب اشياء لامور تاريخيه، استدعاء لثقافات قديمه وحروب قديمه واحياء لموروثات قديمه من ايام الحروب العثمانيه وغير العثمانيه. هتبدا الامور دي تظهر على الساحه. هم الذين يفعلون بكم هذا. وربما ياتي البعض مثلنا ليقول لا يا اخوانا الدواعش لا يمثلون الاسلام، لا تاخذون بذنب هؤلاء المجرمين. يخرج اناس من بني جلدتنا، اهو الوجه الثاني بقى، وجه العمله الثاني، فيخرج ايه واسمه، خد بالك، اسلام البحيري. اسلام يعني مش حاجه ثانيه، ده اسمه اسلام. فيخرج يقول اوعوا تفتكروا ان هذا يمثل الدواعش او يمثل الاخوان او يمثل، ركزوا في اللي بقوله كويس قوي، او يمثل الوهابيه ولا ابن تيميه، انه فقه الائمه الاربعه. ده فكر الازهر نفسه اللي بيقول على نفسه اني انا وسطي واني انا بصدر الوسطيه الى العالم كله. ده بيدرس في كتب الازهر تقتيل الناس وتسبيح الناس، ويخرج على الناس اسلام البحيري لكي يثبت ليس وحده وانما مجموعات من المستأجرين من اجل ان تتم الصوره، ناس تذبح بصوره الاسلاميين ومن ورائهم ايدي خفيه تحركهم. فريق اخر يخرج من المسلمين ليقول يا اخواننا ولا تفتكروا ده الاخوان ولا الدواعش، لا، ده فكر ابو حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل ومالك. مش كده وبس، ده البخاري ومسلم قائم على هذا. مش كده وبس، ده الصحابه كانوا بيعملوا كده. وخالد بن الوليد عمل في ملك بن نويره كده وسلق راسه وحطها في عمل عليها شوربه واكاذيب تحكى. يقول لك ده علي بن ابي طالب هو اللي كان بيحرك الناس، التحريق والتخطيط. ثم حروب الردة، ابو بكر الصديق. اذا الامر يريدون ان يصل الى الاسلام ودين الارهاب بايدي العملاء من ابنائه من الدواعش وامثالهم الخوارج، وبايدي من كمان يا اخوانا، وبايدي الذين يدعون انهم من المفكرين المسلمين الذين يريدون ان يجددوا الخطاب الديني. فيبقى المساله وكأن عمله واحده بيخدموا على المخطط الغربي. اذا ظهر هذا جليا تاتي المرحله التاليه، فيخرج مجموعات اخرى من دين اخر لكي يقتلوا المسلمين محاربه الند للند. وحينئذ تكون الامور مؤهله لحرب عالميه ثالثه. هل المسلمون مستعدون للدخول فيها؟ انهم مسلمين بقى؟ اليمن اللي اتقسمت او بتتقسم او بتقتل بعضها بعض، ولا السودان، ولا سوريا، ولا الجيش العراقي، ولا الليبيين، ولا الافغان، ولا ايران التي تنتظر ان نقع حتى تقوم بذبح اهل السنه، ولا الجزائر التي يريدون لها ان تدخل في معمعه الربيع العبري، ولا مين جاهز للدخول في الحرب العالميه؟ يبقى انتم اصبحتم مؤهلين للاحتلال القادم. اذا هذه مخططات، انتم ترتفع اصواتكم، لا نريد، اين الجيش المصري؟ هذه الجيوش لماذا تتحرك تعمل ايه؟ وهل الذي حدث الان وقتل المسلم سيرد عليك اي رب من المجرمين بدم بارد؟ ألستم أنتم الذين قمتم بقتل المسلمين في مساجدكم أيضا؟ مش المسلمين اتقتلوا في سيناء، اتقتل 300 وكام بأيديكم. لا فرق بين أن يقوم بالقتل من يقول وهو يقتل المسلمين الله أكبر، ومن يقول المجد للمسيح. هؤلاء يقتلون مصلين عزا يعبدون ربهم في المسجد، وهؤلاء القضية أن هذا عميل وذاك عميل، هذا ينفذ مخططا عالميا وذاك ينفذ مخططا عالميا. القضية هكذا، ولا بد أن تفهم في هذا السياق إنهم يريدون الآن أن يستدرجونا استدراج للدخول في حرب عالمية لا
بديل لها، وإنما نحن بأبنائنا، بأراضينا، بمقدراتنا، بأجيالنا سنقدم هؤلاء جميعا لكي يكونوا سبايا في أيدي الغرب المدجج بكل أنواع الأسلحة والقوة والمال. هل أخذتم بالكم من هذه المسألة؟ القضية هكذا. أفكار ناس من عندكم تشحن بعثت بالسيف بين يدي الساعة، ويخرج من أجل أن يقتل المسلمين والآخرون بحجة الجهاد في سبيل الله، وجاي لكم يا روما. طب ما روما هتعمل لك إيه؟ هيخرج لك بقى أتباع بطرس الناسك، وتتعمل لك جمعيات داعشية ولكن تحيي آثار بطرس الناسك، ويبقى هؤلاء يضربون وأولئك يضربون، إلى أن يأتي الساسة الذين يقولون سننفذ المخطط حينما يصبح على طبق من ذهب مؤامرة عالمية لتفتيت المفتت ولتقسيم المقسم. إنهم يريدون العودة مرة أخرى بعد أن تركنا الاحتلال وولى. يريد الاحتلال أن يعود إلى بلاد المسلمين مرة أخرى، ولكن من الذي سيصنع هذا؟ الذين يدعون الخلافة الإسلامية، والذين يدعون أستاذية العالم، والذين يبشرون الغرب بالفتح الأكبر وبأنهم سيقتلونهم وبأنهم سيفعلون بهم المجازر. هؤلاء الدجالون الكذابون يخرج المناولون لهم لتتم الصورة كاملة. بعد ذلك يأتي الساسة المؤهلون كريتشارد قلب الأسد وغيره من أجل أن ينفذوا المخطط. هل المسلمون سيعطون هؤلاء الفرصة للقضاء عليهم في هذه الفترة الحالكة السواد من تاريخ المسلمين في هذا الزمان الذي نحن فيه كثرة كثيرة، ولكننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الإخوة الكرام، يعني لا أدري ماذا أقول في هذا الحادث، وإنما للأسف دماؤنا أصبحت رخيصة بأيدي أبنائنا أو من ينتسبون إلينا، وكذلك بأيدي غيرنا. إن كانت رخيصة بأيدي أبنائنا فستكون أرخص بأيدي أعدائنا. إن كانت دماؤنا رخيصة بأيدي أبنائنا فدماؤنا ستكون أرخص بدماء في نظر أعدائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي هذه الأمة الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يوجه سبحانه وتعالى قلوب أولياء أمور هذه الأمة إلى أن يعوا حقيقة المؤامرة التي تدار لهم من وراء الجدر بحقد دفين، وأن يعينهم على أداء الأمانة وعلى العبور بالأمة إلى النصر والتمكين بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا